مساء الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا أو عم تشاهدونا عبر البث المباشر. بوير عربي برنامج صحتك بالدنيا على الموجة 103.5. مستمعينا بمدينة قامشلو وحواليها، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، من تقديم عماد خلف وزملائي بالكنترول آفان ولورين. ضيفي بالاستديو الدكتور الأخصائي دكتور داود بلال، اختصاصي بأمراض الصدرية. رح نحكي عن آخر مستجدات، آخر ما في معلومات عن أو المتحور أو الجائحة الحالية، خلينا نقول. طبعا رح نرحب بضيفنا الدكتور داود أولا، ورح نبلش بلقائنا. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. مستمعينا، أي حدا عنده أي سؤال بما يخص موضوع أمراض الصدر أو فيروس كورونا، فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر يلي برات البلد فيكم عبر كومنت، رسالة، فيكم تكتبوا السؤال ورح نجاوب عليها آخر الحلقة. دكتور، لوحظ بالفترة الأخيرة أنه تزايدت نسبة الإصابات بفيروس كورونا في منطقة شمال وشرق سوريا، وبالأخص هالعشرة أيام التاليات، وفي مخاوف من وصول المتحور دلتا اللي عم نسمع عنه. يا ترى هو موجود ولا ما موجود؟ لسه ما في إحصائيات أو أي شيء يعني يثبت أنه متحور دلتا فايت لشمال شرق سوريا، مع العلم أنه عدد الإصابات المسجلة لدى هيئة الصحة في شمال شرق سوريا فاق ال 1900، والإصابات المؤكدة 770 حالة وفاة أيضا. فهالإحصائيات هاي كلها إنذارات، ربما تكون إنذارات مخيفة ربما. دكتور، لو بداية الجائحة الحالية أو الوباء الحالي لو تحكي لنا عنه. هلا خلينا نحكي هيك شوي بإسهاب عن الوباء الجديد أو الهجمة الرابعة مهم. لنسميها بعد. حلو. ممكن نقول الهجمة الثالثة لأنه أول هجمة عنا ما كانت حالات عادية كتيرة، مهم. بس هلا نحن بهجمة رابعة مهم. ولسه ما وصلنا لشيء اسمه قمة أو بيك الهجمة. مهم. نحن بالعشر أيام الأولى مهم. وارد الهجمة هاي تطول شهرين ثلاثة شهر حسب ما نحن نتأقلم معه ونقدر نقضي على هالفيروس أو نكافحه نساوي شيء يعني ضد هالفيروس. مهم. نحن طبعا بالهجمات السابقة الأولى والثانية والثالثة طلعنا مرة ومرتين وثلاثة نحن والشباب كلنا أكيد. على الإذاعات وعلى التلفزيونات، وإلى حد ما علمنا العالم أنه كيف فينا نوقي حالنا من الإصابة، مهم. أو إذا واحد انصاب كيف يوقي أهله وأقاربه وأصدقائه. للأسف الشديد نحن رجعنا لنقطة الصفر وما قبلها، تماما. لأني أنا اللي بشوفه بالشارع لا مثل مبالاة دكتور. الأول لا مبالاة من مهم. الشعب أبدا. مهم. هذا فيروس قريب مثله مثل الباقي، لا ما هو فيروس قريب. مهم. في ناس عم تصير مقعدة من وراء هالفيروس، مهم. في وفيات، في شباب توفوا عنا. يعني أنا بتذكر من 3 أيام عنا شاب عمره مهم. 42 سنة نعم. متوفي. أعمار. هلا شاب 38 سنة بالعناية المشددة. مهم. طيب تمام. هالأعمار هاي طبعا كل الأعمار حرام. يعني واحد 70 سنة نقول أكيد. لا هذا ما لازمنا، لا هذا كمان لازمنا. وكرمال هالأعمار المتقدمة لازم نرجع لهالوقائيات اللي كنا نحكي عنها سابقا. هاي تماما. وحدة. مهم. الشغلة الثانية تنجي نحكي على شيء اسمه فيروس دلتا المتحور. مهم. إيش معنات كلمة المتحور؟ نحن المتحور هو انه دخل على الجسم هالفيروس بالهجمات السابقة اللي كان طبعا تصنيف هو دلتا. بس هيك توضيح شوي مهم. ليش اسمه دلتا، لانه نحن سميناهم بالاحرف الفا وغاما وبيتا تماما. ودلتا، هدول الاحرف الاغريقية القديمة. مهم. او دلتا انكشف اول ما انكشف تقريبا بالصين والغاما بالبرازيل. مهم. خافوا لا يصير شيء سياسي من وراء التسمية انه يسموه فيروس الهندي او الفيروس البرازيلي، مهم. سموه دلتا وغاما. الدلتا هو نفس الفيروس اللي عنا، مهم. اللي كان يدخل جسمنا، بس جسمنا شكل أضداد ضده
وصرنا نعرفه، وإذا دخل مثل ضيف دخل لعندي عرفته، قريت الشيفرة ملامحه، تبعته. شيفرته. هلا بلش يغير من شيفرته هو من جوا جسمنا. تماما. هل تغيير بالشيفرة أدى إلى وباء أسرع، انتشار أسرع؟ قبل يجيني مريض يقول يا دكتور أنا وأهلي 10 بالبيت، انصبت أنا والتسعة ما صار فيهم شيء، مع العلم كنا قاعدين وعم نعم. نتخالط مع بعض. نعم. انتشار الدلتا أسرع من انتشار الألفا القديم. نعم. 2، إصابة الدلتا أشد بكتير، ونسبة الوفيات توصل ل20%، بينما الألفا عنا بإمكانياتنا القليلة سوينا إحصائيات ما تجاوزت 3% بالهجمات السابقة. الشغلة الثالثة اللي نحكيها عن الدلتا كان يصيب الألفا، يصيب أكثر شيء الأعمار الكبيرة والناس اللي عندهم نقص مناعة. بالدلتا باعتبار فيروس جديد وما جسمك ما متعرف عليه، ما عنده أعمار. في شباب حتى الأطفال عم تنصاب وبأعداد جيدة، ولكن لسبب أو آخر غير معروف ما عندنا الحمد لله وفيات أطفال. نعم. الإصابة تكون عندهم أخف وأقصر عمرا. شغلة الدلتا لازم نعرفها أنه ما راح تجينا فيروس دلتا جاهز معلبات أو شو اسمه يستورد، لا، تيكون جاي من دول الجوار. أكيد. يعني فلان ولا فلان ولا فلان حدود لازم يكونوا، يوم اللي أنا أروح لبلد ما سووا لي تحليل PCR للمسحة، لازم أتقيد فيه وأكون شاكر إلن، لأني مشان ما يجي يصيب، لأنه أكثر إصاباتنا صارت الفترة الأخيرة جايتنا من فلان منطقة وفلان منطقة. الشغلة الرابعة واللي بدنا نقولها أنه نحن عم نحكي فيروس دلتا المتحور. دلتا المتحور للأسف نحن فيروس دلتا المتحور نعرفه من خلال شغلتين ما نعرفه مخبريا، وما نقدر نثبت لهلا انه عندي هذا هاي الحالة كانت دلتا ولا لا، ولكن هيك تصورات لدينا ان السريريات اللي الالفا والجاما كانوا يختلفوا عن بعض. اولا دلتا جاما كان يجي بنشفان بالانف وفقد حاسة الشم. الدلتا حاسة الشم ما تنفقد أبدا. نعم. ويصير سيلان بالأنف. إصابة الحلق تقريبا بال100 أو 3 كانت بالألفا أو ما في. هلا يجيك واحد يقول لك يا دكتور والله أنا شربت مي باردة لوزاتي التهبت. تماما. ثالثا إصابة الصدر، يعني أنا واحد من الناس انصبت ما كان عندي إصابة صدرية بالألفا من شيء 7-8 أشهر. هلا بال195 عم نساوي لهم الصورة أو الطبق المحوري أو نشوف الإصابة، وإصابة منتشرة ومن اليوم الرابع أو الخامس بتشخص يعني عبر الصورة. السريري الآخر اللي شفناه هلا بالفترة الأخيرة بالوباء هذا طول فترة الحرارة. حرارة يعني كتير من الحالات اللي اجتنا بالهجمة الأولى والثانية ما كانت تجي بحرارة. يقول لك دكتور ما عندي حرارة، شلون شخصت لي كوفيد؟ حاليا الحرارة معلمة. هلا حرارة وعم تيجي حرارة تطول 8-9 أيام. يا دكتور عم اخذ 3-4 فلاكونات باراسيتامول باليوم وما عم تنزل حرارتي، وعم تساوي كمادات وما كمادات. نعم. هذا دليل على اني في شيء. ليش الحرارة كانت مثلا تنزل ب2-3؟ لاني جسمك متعرف على الألفا قديما، وكان في عندك شيء أجسام مضادة أو كان الفيروس ضعيف القديم. نعم. وكنت تقدر لهالفيروس من خلال الأجسام المضادة اللي عندك. هلا عم يجيك فيروس والله أعلم، طبعا نحن دراساتنا كتير قليلة، نحن ناس مستهلكين للحضارة وللعلم للأسف يعني. عم يدخل الفيروس للجسم ما عم يلاقي دفاع، عم يلعب لعبه بالكامل جوا الجسم. هذاك الفيروس الألفا كان يلعب لعبه 3-4 أيام وتبلش مرحلة الهبوط. هلا عم يجينا المريض بيوم 9 حرارتي 40. تماما.
نعم. هاي الشغلات اللي يعني نحن ما نقدر للأسف على مستوى المخبريات نحدد هل صار عندنا فيروس دلتا أم لا، ولكن سريريا فقط المخبري بدي أقول أني أنا عندي دلتا لازم أدخل على المورثة نفسها اللي تغيرت. نعم. يعني اسمها بالأجنبي جينوتيب. بدي أغير الجينوتيب، بدي أساوي PCR نوعي لجميع انواع الانتيجينات اللي عندي. انا بالعكس انا عندي PCR بوزيتيف، PCR نيجاتيف فور كوفيد 19. ايوه. هذا اللي عم يعطيني. تمام. والبوزيتيف اللي عم يعطينا الايجابي للاسف نسبة التحليل الايجابي لا يتجاوز 50 ل 60% عنا وبرا كمان. مو بس عنا، ما نحكي عن خبراتنا انه قليله، لا النسبه 60%. عم يجيني كتير حالات وفينا نذكرهم كمان مرتين وثلاثه تساوي PCR وتطلع الحاله سلبيه مع الاعراض موجوده، اعراض وصفيه يعني وصفي مع تصوير طبقي محوري اللي هو 93% مشخص. تجيك الرئتين رايحة تماما. إذا هذا نعم. العلامات الوصفية للكوفيد 19 موجودة على الطبق المحوري والمريض طلع PCR للألفا نيجاتيف. فما بالك بدي أساوي PCR للدلتا، أكيد راح يطلع عندي نيجاتيف تماما، لأني ما عندي التحليل النوعي له. أكيد. تماما. حقيقة هي معلومات كتير وجدا مهمة. بنتمنى أنه المستمعين اللي عم يسمعونا يستفيدوا من هاللقاء المهم وهالمعلومات المهمة من قبل الدكتور داود بلال، اختصاصي بالأمراض الصدرية، وهو مشكور بخدمته لأبناء بلده وبمجال معالجة المرضى، مرضى الكوفيد 19. دكتور، لو ننتقل لموضوع اللقاح، مؤخرا صار عندنا عدد معين من اللقاح، ما يقارب الفوق 20,000 عينة حسب ما يعني صرحت هيئة الصحة. موضوع اللقاح، لو تحكي لنا عن انه هذا اللقاح اللي طرحته او صادقت عليه منظمة الصحة العالمية، واللقاحات المتوفرة عندنا حاليا. خلينا نحكي هيك بشكل موضوع، مو سؤال وجواب. أكيد. عن اللقاحات، هو هذا هدفنا. هلا الهدف من اللقاح اولا قدر الامكان الوقاية من الفيروس او الاصابة قدر الامكان. لانه انا ما عندي دراسة تقول لك خذ هاللقاح و100% ما تنصاب. اي دراسة ما في. اكثر دراسة وصلت 92% انه ممكن توقي، ولكن بشروط معينة. أنا عندي هون أولا عدد سكان كمدينة مثل مدينة القامشلي تتجاوز 1,000,000 إنسان هلا مع ضواحيها. نعم. أنت اللي حكيت قلت 120,000 لقاح. أنا ما أتصور 120، يمكن العدد أقل أكثر، ما بعرف. إذا أنا بدي ألقح، بده يلقح 10% من الشعب بفترة. طبعا ال 120 ما اجت كمية سوا. هن صرحوا انه 23 بالعدد، يعني 23,000. نعم. 23,000 يعني انا عندي من المليون النسبة 2.3. منظمة الصحة العالمية قالت انه انا بدي اقول انه اقدر اسيطر على الوباء اذا كان صار عندي 60% من سكان الكرة الارضية فما فوق ملقحين. تماما. هذا يوم اللي بده يصير 60%، شوف شلون استاذ، من 60% ضل عندي 40. انا عندي الاطفال لا تلقح لهلا هن ما لقحوا. نعم. يعني الاطفال يشكلوا شيء 30%. يعني انا ضل عندي طبعا. نعم. ضل عندي من الشعب 10%. ال10% بيكون واحد ما عنده عنده مضاد استطباب للقاح. تماما. او واحد يكون وضعه الصحي غير سامح له. نعم. او يكون واحد مسافر او يعني هن اللي ما لقحوهم هدول هن. اذا انا اذا بدي اوصل ل 60% بدها تكون الفائده من اللقاح كويسه. انا عندي 23,000 لقاح ل1,000,000 انسان. طبعا مو بس عنا، بكل دول العالم اعطي مو الحق، خلينا نقول الافضليه السلك الطبي والصحي
المخالط لهالمرضى والمعرض أكثر شيء. المعرض أكثر. خط الدفاع الأول. يوم اللي خلصت هالسلك تبلش من المجموعات الخطورة، مرضى قصور الكلية المزمن، داء السكري، القلب. مرضى القلب، مرضى تشمع الكبد، هدول لازم تلقحون، لأنه هدول معرضين إذا انصابوا مهددين، حياة مهددة. بعدين بلشوا بعد ما خلصوا هالأمراض نجي على شيء اسمه المجموعات العمرية. طلع المجموعة العمرية اللي أكثر من 55 سنة هن المفضلين. بعدين إذا توفرت لقاحات وخلصنا من هالمجموعات تيجينا من 50 لل 55. طيب أنا بدي أجي على مستوى مدينة القامشلي. أنا ماني مطلع طبعا عند الشباب شلون 23,000، بس أنا أتوقع أني لسه في يمكن شي 10-15 ألف لقاح بالبراد. أكيد. ما أنه مخبئين، لا، لأن ما في حدا يروح. أولا الشعب عنده كلمة، هذا اللقاح قاتل، هي وحدة. اثنين، ليش بدي اروح اتلقح؟ ما هو فيروس ما له داعي للأسف. فيروس مثله مثل غيره. ثالثا، لا مبالاة اللي حكيناها المنتشرة، كل هالشروط اللي عنا لهاللقاح، إذا ممكن 23,000 يضلوا بمحلهم وما حد يتلقح. نجي على المغزى من اللقاح، قلنا انقاص قدر الامكان او الوقايه من الفيروس. هلا انا شفت حالات بصراحه ما بعد اللقاح صارت اصابه. انا عندي شاب عمره 18 سنه، تلقح بلقاح صيني. بالجرعه الثانيه بعد 3 ايام صار معه كوفيد بوزيتيف، ولكن الإصابة دامت 4 أيام فقط. حلو. يعني أنا اللقاح يقصر لي من أمد الإصابة، هاي واحد. من نسبة الخطورة أيضا. 2، نقص لي من الشاب هاد، أنا بعرفه منيح، ما نام بالفرشة نهائيا، شكا من شوية آلام عضلية وترفع حروري 3-4 أيام. أول يومين أنا عديت هالأعراض كاختلاط لأي لقاح. طفل صغير ياخذ لقاح حصبة ممكن يصير معه حرارة، هذا وارد عرضي. أنا 2-3 يوم عديته هيك. الطفل شوي، الشاب زادت الأعراض وصارت تتجه نحو الإصابة. سوينا له تحليل PCR طلع بوزيتيف. الشاب بعد 7 أيام رجع يلعب كرة سلة، لاعب كرة سلة هو، وعين الله عليه. وما يعني إذا أنا عندي اللقاح، إذا أخذته مو بس الوقاية من الإصابة، المرض بحد ذاته راح يجيني أضعف. ليش؟ لأن اللقاح، هلا نحن عندنا طبعا نسيت أحكي، موجودين عندنا لقاح بريطاني اسمه أسترازينيكا، هو كان ولقاح صيني. هلا الناس كلها راكدة على شيء اسمه لقاح صيني. لقاح صيني، أي نعم، لقاح صيني آمن جدا. واللقاح الأسترازينيكا، طيب دولة كبيرة مثل بريطانيا فيها 60-70 مليون 100 مليون إنسان، والله ما بعرف عدد سكانها، تلقحوا يمكن فوق 70%، يعني 70 مليون. إذا صار 1000 حالة اختلاط ولا 500 حالة اختلاط، هذا أمر طبيعي لأني الإنسان اللي عم ياخد إبرة روزفليكس، أنا وارد من الروزفليكس يكون عندي بال1000 2-3 تحسس. نعم. أنا عندي مريض يساوي عملية زايدة، عندي 1-2% وفيات. يعني هل يا ترى لقاح عمره المرض كله عمره 2 تماما، لقاح عمره 8 أشهر أو 7 أشهر وجاب لي 10-15 حالات، حتى تكون احتشاءات ما في مشكلة. هي الشغلة ثقيلة. واحد يقول والله أخي راح أخذ لقاح وصار معه احتشاء وتوفى، ثقيلة، أنا معك تماما. ولكن هذا اللقاح اللي عم يساوي اختلاط ل10 عم يحمي لي 30 مليون إنسان من إصابة كوفيد. بالمقابل يعني تكلفة مادية، أرواح، نعم، تكلفة حياة. أكيد. عيلة بكاملة مثلا تتضرر من وراء هالإصابة. تماما. يعني إذا الشخص هذا أخذ، وعلى فكرة نحن عندنا بالقامشلي
انا ما شفت غير حالة واحدة مو اختلاط، صارت كوفيد وبس، وفي شوية شباب طلع معهم حرارة وجع راس هدول. من الإصابة بالصيني ما شفت شيء. وحتى الأسترازينيكا اللي تماما. تلقح، حتى في دراسات بتقول انه اللي عمره اكبر من 55 الاسترازينيكا عنده فعال اكثر من الصيني. دراسه، ما نسوي دعايه لا للصيني ولا تماما. للاسترازينيكا. اذا اللقاح ضروره للوقايه، لإنقاص من الاختلاطات، للإنقاص من وما عندي هالمشكلة العظيمة إذا الواحد تلقح ما عم يصير شيء مع المريض. وفي شيء اسمه نبطل كلمة الإشاعات، لازم ننساها. تماما. يعني سيارة دولابها طاق فلان منطقة، نقول والله تفجير صار بفلان منطقة، هاي ننساها، هاي الإشاعة. نفس الشيء إشاعة اللقاح، والله فلان توفى من اللقاح لأنه تلقح، يكون ما تلقح. هذا هالإشاعات انساها. انت بدك تجي تستفسر عن اللقاح في اطباء مختصين، في مراكز مختصة، روح راجعن واقرا. وهو مو الزامي يعني، مو الزامي، ولكن يفضل تماما. يفضل التلقيح. انا يوم اللي اتلقح وتجيني اصابة 3 ايام 4 ايام وما انام بالفرشة وما اروح ازور مشفى وما اكلف البلد وما اكلف حالي ولا اتعرض اختلاطات، تماما. هذا احسن لي من اني يعني هي تشكت ابره تلقحت ورحت. ايش المشكله العظيمه؟ أكيد. دكتور، هالمعلومات هاي جدا مهمة. كنت يعني حابب عبر منبر بوير وللي عم يسمعونا هلا عبر الموجة 103 أهالي مواطنين مدينة قامشلو وضواحيها، للي عم يسمعونا عبر منبر بوير وبصوت الدكتور داود بلال اختصاصي بأمراض الصدرية، نتمنى منكم جميعا. وأنا حابب يعني هلا هي ما دعاية، أنا من أحد الأشخاص اللي أخذت اللقاح وما ظهر علي أي أعراض ولا أي اختلاط. فيعني هالمخاوف وهالنقاط اللي ذكرها الدكتور داود جدا مهمة. يعني موضوع الإشاعات، موضوع الخوف أو موضوع الاختلاطات هاي يعني خلوا عيفوها على جنب. في نقاط أهم مثل ما ذكرها الدكتور داود هي الأهم، حياة المواطنين، نسب الأكثر، الأعمار و يعني نقاط ذكرها الدكتور داود جدا مهمة. حابين انتو كل اللي عم يسمعونا نتمنى انكم تستفيدوا من هاللقاء وهالمعلومات القيمة حقيقة من طبيب أخصائي بالأمراض الصدرية. فنتمنى عبر منبر بوير انكم تستفيدوا. للي حابين يشاركوا أيضا شاركوا الرابط البرنامج لحتى غيركم يستفيدوا من هاللقاء المهم جدا جدا. دكتور، ذكرتوا ضمن سياق حديثكم انه الفئات العمرية اللي فيهم ياخذوا هاللقاح، يا ترى خلونا بعيد عن المثاليات انه باوروبا ربما ما عم يلقحوا الاطفال، عندنا هون الاعمار اللي فينهم ياخذوا اللقاح. هلا باوروبا بلشوا من الاعمار الكبيره حسب المتوفر عندهم. بلشوا من الاعمار الكبيره. هلا بالدول الاوروبيه وصلوا لعمر 18 سنه بلشوا يلقحون لعمر 18. هلا ادنى من 18 ما لقحوا، ولكن سمعت في دراستين عم تقول حتى الاطفال العشر سنين فما فوق ممكن يلقحون. تمام. نحن عندنا ما في شيء اسمه فئة عمرية استاذ، الكل لازم يتلقح اكثر قطعاً. من 18 سنة لل 100 سنة، ولكن نحن امكانياتنا على قدها. اكيد. يوم اللي عم اجي اقول والله بالاول خلينا نلقح الاكثر اصابة اللي هن الوسط الطبي التخديري، بعدين نجي على عوامل الخطورة اللي عندنا أو أمراض، بعدين بدي أجي على 55 مشان شغلة. أنا عندي طبعا للأسف ما عندي هالعدد، 23,000 إنسان ما أجت تلقح تماما. أكيد. ولكن لو كانوا جايين والكل بحماس بيومين كان خلصت لقاحاتنا وكنا نضطر صح. نلقح فوق 55 واللي يجي أبو 50 نرجعوا على البيت. طبعا. ليش؟ لأني في شيء اسمه خوف عنا من اللقاح. إذا ضربوك اللقاح ممكن تموت. إذا ضربوك اللقاح ممكن تصير معك احتشاء. وارد بكل شيء اختلاط وارد. أنت ممكن تطلع من البيت بسيارتك وانت ماشي يفلت الفرام، هذا اختلاط وارد طبعاً. بالسيارة طبعاً. فما بالك إنسان عم ياخذ لقاح
وارد هذا طبعا الفيروس اكيد يشتغل اكيد ويصير إصابة ونعالجها إن شاء الله. بس اكيد. في لازم يكون التوعية عنا. نحن مو انه والله جايبين لقاحات يا شباب اللي عمره فوق ال 55 تفضلوا نلقحكم. لا، لازم بالاول نشرح للعالم اولا هذا اللقاح ايش هو، ايش الهدف من اعطاء هاللقاح لهالمريض، لهالانسان ما هو مريض. لاني انت يا انسان وارد تنصاب بعد اللقاح، ايه وارد، ولكن اصابتك راح تكون خفيفة، جدا ما راح تختلط. يعني ما اقول لك هلا باوروبا عم يتلقحوا حاطين كمامه وماشيين بالشارع. طبيعي. نعم. عفوا في غير شيء. عندنا نقعد مثلا بخيمة عزا 50 شخص، نطلع من الخيمة 4 مصابين. طبعا. بأوروبا امبارح عم بحضر مباراة فوتبول حضرانا 40 ألف إنسان وما في إصابات. شو ليش؟ السبب اذا في شيء؟ معناته بالمية مية السبب هو اللقاح. اللقاح. الالتزام التزام. والله ما في التزام، انا شفتهم كتير قريبين على بعض وقاعدين وكتير منهم بدون كمامات. ولكن انا اتوقع هذا هو السبب الوحيد اللي دخل شو اسمه هو اللقاح. اكيد. وارد كمان في كم واحد عندهم تمام. كمان لا مبالاة. اكيد ربما. دكتور من شوي كمان حكيتوا عن موضوع الأعراض الجانبية اللي عم تكون تصير بعد بعد أخذ اخذ الجرعة اللقاح. أكيد. وموضوع خطورته بالنسبة لمرضى القلب، يعني هل هيك حابين ندمجهم قبل ما نختم لقائنا بشوية توصيات من عندكم؟ كون برنامجنا هو توعوي، حابين مستمعينا وللي عم يشاهدونا عبر منبر بوير توعية لموضوع اللقاح، انه اقبلوا على اللقاح. للي حابب ياخذ اللقاح هو جدا بسيط وجدا سهل، ودكتور اكيد راح يختم لقائنا بهالموضوع هذا. لكن موضوع الاثار الجانبية وموضوع خوفه او على موضوع خطورته على مرضى القلب. هلا اللقاح بشكل عام طبعا في انواع كثيره من اللقاحات طلعت بالعالم. في اللقاح الهندي، في الروسي سبوتنيك، ثلاث لقاحات روسيه. في الالماني، في البريطاني، في الامريكي جونسون، في الامريكي صيني الصيني، في الفايزر. اللقاحات كثيره. هلا اي لقاح او اي ابره تعطيها لاي انسان عم تدخل جسم اجنبي لجسمه، حتما ممكن تساوي تحسس. إبرة السيتامول ممكن تساوي للإنسان تحسس، لأنه في شيء أجنبي عم يدخل على جسمه. الديكساميثازون ربما يسوي. أي تماما. مع العلم هو علاج للتحسس تماما. أنا يوم اللي بدي أدخل هذا الدواء إذا صار معي شوية تحسس ما قوم الدنيا والله انصبت بكورونا. هي وحدة. يجي يقول لي والله صارت احتشاءات حادة من اللقاح. في بعض الأدب الطبي اللي حديث من السنة وجاي ذكرت حالات حدوث احتشاءات ووفيات حادة مباشرة بعد إعطاء اللقاح بساعة بساعتين. والحل أخذ هذا اختراع. المميعات مثلا دكتور ولا؟ أستاذ المشكلة هلأ أنا بدي أعطي لقاح. اللقاح بده فترة ليأثر، وصار خسر مع هذا المريض، وصارت وفاة حادة. يعني أنا بدي أجي من جديد أعطيه ما تمام مميع، لأنه المميع يا بدي أعطيه وقاية من قبل ب10 أيام. أكيد هذا موضوع للمريض ياخذ قبل مثلا. أيوة مريض القلبي أعطيه 10 أيام وأشوف وضعه وبعدين أعطيه، لأنه أنا أكون ميعته على المضبوط. معايرة البيت مثلا حسب النوع المميع اللي عم تعطيه. في منهم ياخذوا اسبرين وكلوبيد، هدول ما لهم معايره. هدول ممكن تشوف صفيحات ما صفيحات. مريض عم ياخذ هيبارين ممكن تعاير تماما. مريض عم ياخذ كليكسان، طبعا الكليكسان له زمن ولكن مو موجود عندنا المعايره تبعته. هلا انا يوم اللي ميعت هذا الانسان لربما اكون اصبت انه انقصت من اصابه المريض بآفة حاده، آفة خثاريه حاده. نعم. هلا اجي غير حكينا ممكن اصابه مع بعض الفيروس، بس اكثر من هيك شغلات ما ممكن. مستحيل. ضعيف ممكن جدا. يكون اعراض صداع، ترفع حروري. هذا
بحبسيتامول ممكن يصير، أكيد. مو بس بلقاح الكوفيد. ولكن إذا بدنا نضخم الموضوع نقدر نضخمه، تماما. وإذا بدنا نصغر الموضوع. أنا وسهل. عندي لنفرض الإصابة، هلا امبارح قريت يمكن على أحد القنوات كاتبين عدد الوفيات بالعالم وصلت ل4 ملايين ونص وفيات، و212 مليون إصابة. يعني أنا عندي بال102 الوفيات. طيب سؤالي أنا، لو صار عندي لقاح وصار عدد الوفيات 10 بال10,000، أو عندي بكل 1,000,000 إنسان توفى، مو أحسن ما يموت لي بال100 مليون 2 طبعا ونص؟ طبعا أكيد. هذا الحكي ككتابي وحسابات، ولكن في شغلة بدنا نكون كمان شوي نفكر فيها. أنا يوم اللي أوصل ل70-80% من اللقاح للعالم، وارد بعد سنة سنتين أقضي على الفيروس بشكل عام، وما عاد تجيني وباءات، ممكن تجي حالات فرادية. لكن إذا ما وصلت لهالعدد بده يضل هالفيروس يلعب بالعالم 100 سنة وما راح تقدر عليه. تماما. إذن هذا هو اللقاح. ما هي دعاية للقاح، ما عندنا معامل لقاح تماما أكيد. هي ولكن اللي شفناه مع لقاح أفضل من دون لقاح. أكيد. وانت جربت، أكيد. في ناس كتير أخذت اللقاح. هلا في شغلة، ممكن يكون عندنا العدد قليل، بس العدد مو خالص. هاي يتفضلوا اللي بده يتلقح، الجرعات مكدسة يعني موجودة. وبعدين في شغلة أستاذ، إذا ما بعرف عندك وقت، معنا وقت دكتور. نرجع لعدم اللقاح. أنت يا فلان ما عم تتلقح، إيش عم تساوي كوقاية من هالفيروس؟ لا إجراءات وقاية، لا كمامة، لا ما عم تتباعد، لا تساوي لا لي لا. شيء يعني. عم بشوف تجمعات قدام أي محل أمر من حده 15 ختيار قاعدين عم يتحدثوا، تماما. واحد منهم مصاب بيعدي كل هدول. هاي واحد. من فترة في أحدهم متوفي من كوفيد 19، واللي تحت الخيمة 2 منهم من مرضاتي أعرفهم، وناس عم تروح تعزي وتبوس بعض وتصافح بعض. هلا أنا ما للأسف ما يعني. عزيت والله، ما عزيت، بس على الأغلب عاداتنا وتقاليدنا هيك. نعم. طيب أنت ما تقبلت اللقاح، حقك الطبيعي، ما في حدا يقدر يجبرك على شيء، ولكن حاول ما تنشر هالفيروس لا ما تنشره لغيرك. إذا انصبت قعد ببيتك، إذا ما انصبت وانت طالع احمي حالك. تماما. ونحن يمكن من هالمنبر مرتين، هاي ثالث مرة أكيد. حكينا، وفي شباب غيري اجوا أحسن مني حكوا مرة ومرتين وثلاثة. الكمامة، الإجراءات، غسل اليدين، التباعد، عدم الاحتكاك، النظافة الشخصية. نعم. يعني هالشغلات بسيطة. يعني اللي يقول لك غسل اليدين من 10 ل 20 ثانية، ما تدخين السيجارة يطول 5 دقائق. أكيد. نعم. بس أستاذ، إذا مانك حابب تتلقح وحياتك ما تهمك، حياتي أنا تهمني. لا، حياتي أنا تهمني تماما. أكيد. وحياة أبي تهمني، وحياة طبعا. أبوك تهمك. نعم. ما بدك تحمي حالك، احمي أبي وأبوك. أنت روح انصاب كيفك. بس في شغلات، هلا مثلا الكمامة ولا غسل اليدين ولا شوية كحول، ما هي هالمشكلة العظيمة متعبة يعني. تماما. إذا صار عزا ورحت مجبور تروح فعلا، يعني إذا الكرسي كان بعيد عن الكرسي 2 متر مو مشكلة. إذا حاول ما تصافح، تروح على عرس سلم بإيدك وفوت 5 دقائق وطلع. ولو يعني هاي الشغلات الأساسية، بس
لا تقي أكيد. من الكوفيد مثل اللقاح. اللقاح افضل من هالاجراءات تماما. لهلا. أكيد. وارد بكره يصير شيء جديد ما ما نعرف. نعرف. أكيد. دكتور، في مستمع اسمها مستمعة عم تحكي، كانت إنه سؤالها كان شو هي أعراض المرحلة هاي. أظن الدكتور شرح ضمن حديثه. بس أيضا في شغله تفضل دكتور. الاعراض هو يعني هي بدها اعراض متحور دلتا. نعم. الفرق بين الاعراض البداية الحادة جدا مهم. طول فترة الاعراض، وفي حاسة الشم والذوق، هدول بالألفا كانوا يروحوا والمريض. هلا إن إجا مريض وعنده الأساس هي فقد حاسة الشم، مهم. عرف هذا مو دلتا، تماما. هذا ألفا. تماما. ولو في 2% ولكن 2% ما تشكل هالكمية. تماما. ايضا الاخت جيهان عم تسال انه انا ما اخذت جرعات اللقاح، لانه قالوا المصابين عمرها، هي عمرها فوق اقل من ال50. هي عم تسال انه في مجال تاخذ هالجرعه، لانه هي ما صابت بالكورونا رغم هالشيء هذا. الامر اكيد يعود لإلك يعني. هلا إذا عمر أقل من 50 وما عم يعطوها مهم. اللقاح، لا، في بروتوكول عند الصحة انه اكثر من 55 يجي يتلقح. اذا كان اقل من 55 تيراجع طبيبه، مهم. طبيب يعطيه ورقة انه هذا بحاجة الى لقاح. يعني انا تماما. جتني 4-5 حالات، كتبت لهم تقارير وراحوا، والشباب بالصحة ما قصروا وعطوهم اللقاح. اكيد. حتى عمر 40 سنة بعثت. تمام. دكتور، الجرعات هن كم جرعه؟ جرعتين؟ هلا اللي عندنا الاسترازينيكا والصيني جرعتين. ليش الجرعتين؟ انت عم تاخذ الجرعة الاولى عم تشكل اجسام ضدية عندك، الجرعة الثانية هي داعمة بحيث اني طول امد الوقاية. يقولوا اني اذا اخذت اللقاح الاجسام الضدية ممكن تضل بجسمك 6 اشهر. مهم. مثل ما كنا نحكي قبل أكيد. انه اذا انصبت ممكن ب3 اشهر وممكن ب6 اشهر ما تنصاب. تماما. انا ما لي قناعة بشيء اسمه المدة من اخذ اللقاح او الاصابة، مهم. لاني المرض جديد وكلها دراسات افتراضية. يعني عم يجيك واحد يقول لك انا انصبت من 4 اشهر، وارد انصاب؟ بقول له ما بعرف، لاني ما شفت مثلك. اجتني حالتين بس اصابات للمرة الثانية، مهم. واحد بعد 7 اشهر ووحدة صبية بعد 5 اشهر انصابوا. اكثر من هيك ما شفت فقط. نكس. تماما. صار لي 1.5 سنة وشفت تمام. عدد جيد أكيد. يعني من نعم. الإصابات. بنشكركم كتير الدكتور داود بلال، اختصاصي بالأمراض الصدرية، على حضوركم الجميل وتخصيص وقتكم. تسلم. وأخذنا من وقتكم كتير. جدا مسرورين بوجودك بالاستديو. تسلم. إن شاء الله نكون كفينا شوي. إن شاء الله يا رب. شكرا كتير لكم دكتور. شكرا لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا على حسن المتابعة. للأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.